السلام عليكم وكل سنة وأنتم طيبين. خلينا ندخل في الموضوع على طول بدون مقدمات. بما إننا في رمضان ومش بنقدر ننجز التاسكات اللي علينا أو نذاكر بنفس كفاءة اليوم العادي، فالمشكلة اللي بتواجهنا عموما حاجة من الاتنين: إما بالنهار بتكون صايم ومصدع ومش قادر تعمل أي حاجة، أو بعد الفطار جسمك تقيل وهبطان. في الفيديو ده مش إزاي تذاكر في رمضان، ولكن إزاي تستغل رمضان وتنجز فيه بأفضل أداء عندك، بل ممكن كمان في يوم صيامك تنجز أكتر بكتير من اليوم العادي. وده ببساطة لسببين: الأول إن الجهد المبذول اللي كان رايح للمعدة والهضم دلوقتي متوفر لعقلك. والسبب الثاني إن دراسات كتير أثبتت إن الصيام بيعمل إصلاح لخلايا الدماغ، وعقلك بيكون في حالة ترقية ذهنية لو عرفت تستغلها صح. ولكن يعني من وقت ما بدأت الكلينيكال واللي كنت بسمعه عنه وإن هو أسهل بكتير من السنين الأكاديميك، والكلام ده ما طلعش صح إلى حد ما لغاية الآن يعني. فعندي محاضرات كتير وتاسكات، فحاول أنقذ ما يمكن إنقاذه وأرجع لكم تاني. من الواجب على الإنسان في أوقات العسر أن يتذكر النعم الماضية عشان الإنسان ما ييأسش لما يمر بظروف صعبة، أنه يتذكر النعم الماضية، ودي من سبل الحصول على اليسر وانشراح الصدر في أوقات العسر. السورة اسمها الشرح، وبتقول فإن مع العسر يسرا. إذا في أوقات العسر يبحث الإنسان عن شيئين. في أوقات العسر يبحث الإنسان عن شيئين: عن شرح الصدر وعن تيسير الأمر. ودول الحاجتين اللي طلبهم سيدنا موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. عاد إليكم من جديد. في البداية محتاج أوضح أمر مهم، وهو اللي هيتبني عليه موضوع الفيديو، وهو إن رمضان بالنسبة لك هو رمضان بالنسبة لي هو رمضان بالنسبة لشخص ثالث. في شخص بيشوف إن هو فرصة كبيرة للإنتاجية والمذاكرة والعبادة، وده ببساطة لأن مش بياكل غير مرتين في اليوم، وبالتالي مفيش وقت يضيع في الأكل والشرب وساعتين جد وكوباية شاي والكلام ده. وشخص تاني بيشوف إن هو مشقة وتعب وصداع وقلة تركيز. وعلى حسب أنت هتبص للموضوع من أنهي زاوية، هتبص لنص الكوباية الفاضي ولا نص الكوباية المليان. طبعا لازم تكون من الشخص الاول اللي هيشوف ان هو فرصه كبيره للمذاكره والانتاجيه عشان تقدر تكمل الفيديو. المذاكره في رمضان او عموما بتعتمد على حاجتين: الاول وهو المكان، طبعا لازم يكون مرتب ومنظم وهادي وما تضيعش وقت في ترتيبه. الحاجه الثانيه وهي الوقت، لازم يكون وقت هادي وتكون فايق فيه. المكان كده كده ثابت سواء قبل رمضان او بعده، ولكن المشكله معانا في الوقت. فخلينا نجيب ورقه وقلم ونقسم الوقت لفترتين على حسب انت شخص early bird ولا night owl. الفتره الاولى وهي فتره بعد التراويح تقريبا بتخلص الساعه 9 ونص او 10، فبالتالي انت معاك من الساعه 10 لغايه الساعه 2 حوالي 4 ساعات تقدر تذاكر فيهم. بعد كده هتتسحر وتصلي الفجر وتنام 6 ساعات، او خلينا نقول انك كائن باندا وهتنام لغايه الظهر. معاك من الظهر لغايه العصر حوالي 3 ساعات تقدر تستغلهم. وليه بقول من الظهر لغايه العصر؟ لان فتره بعد العصر بيبدا يزيد الاحساس بالجوع والعطش ويقل التركيز الى حد ما، فتقدر تستغل الفتره دي في قراءه القران والاذكار، وبالتالي محصله الوقت اللي ذاكرته هتكون 7 ساعات. الفتره الثانيه وهي وقت بعد الفجر، معاك من الساعة 4 الفجر لغاية الساعة 12 الظهر حوالي 8 ساعات. طبعا مش هتذاكرهم كلهم، ولكن تقدر تذاكرهم بطريقة ال 50 دقيقة زي ما وضحنا في فيديو قبل كده. هسيب لك اللينك في الديسكريبشن وهنا. بعد كده هتنام من الظهر لغاية العصر، وضروري ضروري تصحى العصر، لأن لو كملت نوم فبالتالي أنت خدت كفايتك من النوم، ولما تيجي تنام بعد التراويح مش هتعرف، والدنيا هتخرج عن السيطرة وتبوظ منك. ولكن لو انت شخص بينزل الجامعه او في ثانويه عامه وبتنزل دروس الصبح، فهتحتاج تعدل على النظام ده شويه بما يتناسب مع يومك. بمعنى ان وقت من بعد الفجر لغايه الساعه 8 تقريبا معاك حوالي 4 ساعات تقدر تذاكرهم. بعد كده تنزل الجامعه، وسواء هترجع الظهر فهتنام وتصحى العصر زي ما قلنا، او لو هترجع العصر فهتستغل الفتره دي قراءه القران والاذكار. بعد كده تصلي التراويح وتنام، وتاني يوم تكرر السايكل. وطبعا احنا مش بننزل الجامعه كل يوم، فتقدر تعمل سويتش او تبدل بين الطريقتين بما يتناسب مع يومك الدراسي، سواء هتنزل الجامعه او هتقضيه في البيت. انا عارف ان هي طريقه قاسيه شويه، وفي البدايه الموضوع هيكون صعب عشان تظبط نومك، ولكن الظروف هنا هي اللي بتحكم، ولازم تلتزم بالبلان عشان تطلع باقصى استفاده في رمضان ان شاء الله. ولو انت وصلت لهنا فانت شخص جامد جدا وصبور. وخليني اقول لك 5 تيبس في الاخر كده. رقم واحد: الجفاف هو العدو الاول للتركيز. فالفتره من بعد المغرب لغايه الفجر اشرب ميه على فترات مش مره واحده عشان تحافظ على تركيزك لو هتذاكر لبعد الفجر. رقم اتنين: عشان سحورك يظبط معاك اليوم لو هتذاكر لبعد الفجر، فابعد عن السكريات والحلويات، وده لانها بترفع السكر فجاه وتنزله فجاه، فهيحصل امبالانس وهتصحى هبطان. رقم ثلاثة: ركز في سحورك على الألياف والبروتين زي
البيض والفول والزبادي والشوفان، لأنها بتتحرق ببطء وهتديك طاقة مستمرة وإحساس بالشبع لآخر اليوم بإذن الله. رقم 4، استشعر إن مذاكرتك في ميزان حسناتك بإذن الله، وإن خير الناس أنفعهم للناس كما قال صلى الله عليه وسلم. رقم 5، ابعد عن المشتتات سواء انستجرام أو فيسبوك، لأن مفيش تطبيق أهم من مستقبلك. ووصلنا لفقرة الكوت، والكوت بتاع النهاردة لجاندي. الراجل بيقول your future depends on what you do today. Again, your future depends on what you do today. الراجل ببساطة بيقول إن مستقبلك بيعتمد على اللي بتعمله اليوم. كلام قليل ولكن بيحمل معاني عظيمة جدا. أتمنى تكونوا استفدتم، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تسيب لنا لايك وتشترك في القناة، ويكتب لنا في الكومنت هتستخدم أي نظام. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم.